محترمين هذا الكيان اللي انا دايما بقول جماهير الاهلي المحترمه فوق دماغنا زي جماهير الزمالك بالظبط. شجع فريقك كما تشاء، انما 10 12 عيل، الواد ابو راسين والواد اللي بيريل ده والعيال السفله دول، هتقل ادبك هنجيب الواد الكبير بتاعك. حمامات السباحه مفيش جنيه نجيب كلور فيخضرك في بكتيريا. كل ده بسبب مين؟ ان محجوز على 100 مليون جنيه في بنك ومش عارفين نجيب بقيه الفلوس، ندخل اي جنيه. فالحمد لله، الشكر ربنا والاعضاء والعضوات، هذا التدفق الغير مسبوق ده عشمي في الاعضاء والعضوات، لان ده جماهيره اعظم جماهير في التاريخ واعضائه اعظم اعضاء في التاريخ. في خلال اسبوع ملايين بقت في النادي، الناس كلها قبضت. النهارده خلصنا عقد سيف الجزيري. سيف جعفر كان موجود معايا، جاي بكره يمضي ان شاء الله. ما هو مش انت مش هعمل تعاقدات عشان العيال بتقل ادبها الا اذا كان عندك فلوس. المسدوسي قعدوا خلص، اخ احمد عادل وفتاح واحمد مرتضى جايبين لاعب سله ممتاز ولسه، وبندعم. واي فريق اشتكى ناديه عايز تفسخ افسخ. كلامي واضح. انتوا خدتوا بعضيكم على كرة اليد وعملتوا شكوى وكسبتوا فيها، قلتوا بقالنا سنه ما قبضناش. احمد ما قبضكم من شهرين. حضرتك اكبر من نادي الزمالك؟ لا انت مش اكبر من نادي الزمالك، وانا من النوع اللي ما بتهزش. اصل ده كذا، اصل هم دول يعملوا زي العمال اللي استحملوا النادي شهرين 3 من غير مرتبات واشتغلوا وخدموا النادي. انما انا عايز اروح السعوديه اعاره، اتفضل خد الفلوس. لو اديني الكويت اتفضل. طب اروح البحرين اتفضل. ف اي لعبه مش عاجبها ظروف نادي الزمالك اتفضل حضرتك، ما بنتحايلش على حد، ده نادي الزمالك. ف لما رجعت، ما انا مش عارف ريحت امتى، انا بروح وارجع، الناس بتقول لي الحمد لله على السلامه، بقعد اسبوعين اتعزل وبعدين ارجع، او اتجمد ارجع الحمد لله على السلامه، اقعد اسبوعين اتحبس ارجع الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه بقت كتير معايا، بقت حاجه رخمه وبايخه.